من خلالها اقدر ازود تركيز الاطفال في الدراسه. تعال اقول لك ايه هي الحاجات دي. اول حاجه اكليهم سمك، اكليهم مكسرات، لان السمك والمكسرات بيكون موجود فيهم طبعا دهون صحيه جسم الاطفال محتاجها، كمان فيهم اوميجا 3 اللي بيعلي جدا من نسبه التركيز والاستيعاب عند الاطفال. كمان نحاول نستبدل لهم اي عصاير صناعيه بفواكه طبيعيه، ونحاول نكتر من الفاكهه اللي موجود فيها فيتامين سي، لان فيتامين سي بيزود نسبه الذكاء عند الاطفال زي البرتقال وزي الليمون. نحاول نعمل لهم الحاجات دي عصاير. كمان نحاول ندخل لهم في اكلهم الاكلات الموجود فيها مضادات اكسده، لان مضادات الاكسده بتعمل على حمايه المخ وبتزيد زي ما بقول من التركيز ومن الاستيعاب عند الاطفال. والاكلات دي موجوده في البروكلي، وموجوده كمان في الشوكولاته الداكنه اللي الاطفال كلهم بيحبوها. معانا كمان عسل النحل، لان ده مهم جدا للاطفال، لان بيزود عندهم المناعه وبرضه بيزود من نسبه التركيز والاستيعاب عند الاطفال خلال الفتره الدراسيه. وبرضه نحط لهم الأطعمة الموجودة فيها البوتاسيوم، لأن برضه البوتاسيوم من الحاجات المهمة جدا لصحة المخ. وأسهل حاجة موجود فيها البوتاسيوم هو طبعا الموز.